مساء الخير يا شمس. مساء النور. اتفضل. مش خسارة القوام الفارع ده والايدين اللي عامله زي كوز الدورة ده، مش خسارة في الكنس؟ ها يتعب مش كده؟ لا ما بتعبش ولا حاجة يا بنت فهميني، انت ما اتخلقتيش عشان تبقي خدامة، انت اتخلقت عشان تبقي ملكة، ست البيت. انت ستي، ممكن اكون سنة مكانك هبقى سعيد ان امسك المقشه اللي انت مسكتيها بايدك، اكنه سنه مكانك. بقول لك يا شمس، انا بصراحه من فتره كده عايز اصارحك بحاجه. تعترف لي بايه يا استاذ علي؟ مش فاهمه. اعترف لك بالعاطفه الجياشه اللي انا فيها، بعترف لك ان انا بابا. ايه؟ في ايه يا حبيبي مالك؟ انت ماسك المقشه ليه؟ سيب كده. صحيح، ماسك المقشه ليه؟ معلش ما خدتش بالي. ايه عايزه حاجه؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ لا ده انا كنت بقول لها ان انا عايز اكل النهارده شوربه خضار، بديها تعليمات عشان انتوا ما حدش بيقول لها، وبتعمل الاكل مسبك والشطه بتاعته كتير ف بيوجع لي بطني. ما قلتليش برضو، كنت هتقولي بصراحه ايه؟ يا بابا يلا قول لها. كنت هتقول لها ايه بصراحه؟ يلا انا عايزه اسمعك. بصراحه بقى عايز اكل شوربه خضار ورز مفلفل. هو مش انت كنت لسه بتقولي تديها التعليمات تعمل شوربه خضار، وهي بتقول دلوقتي كنت عايز تقولي ايه بصراحه؟ ما انا بعيد تاني عشان ما تنساش. خلاص بقى، هو التحقيق ولا ايه؟ في ايه؟ انا جاي من الشغل تعبان، وانت بقى المفروض تسيبيني اخش انام شويه، ولا في حاجه في التحقيق تاني؟ لا يا بابا انا بطمن عليك. في ايه يا بابا؟ اكيد يعني مش هاجي اتحقق معاك. اصل شايفك عماله تسالي اسئله غريبه، واقف كده ليه؟ ماسك المقشه ايه يعني؟ مسكت المقشه فيها ايه يعني؟ ايوه يا بابا، اصل غريبه يعني ان انت تمسك المقشه، دي شغلتها هي. اصل الحقيقه لاحظت ان هي واقفه كده ما بتعملش حاجه، واحنا جايبينها عشان تشتغل في البيت، فرحت جايب المقشه مديها لها عشان ما يبقى لهاش اي حجه تكنس على طول. ظلمتك انا يا بابا. وانت يا حبيبتي ما كنتيش ماسكه المقشه ليه وبتعملي اللي وراكي؟ بص بقى، من هنا ورايح عايزك تشرفي عليها في المطبخ، اللي بتحط ملح كتير قوي، عايزك تاخدي بالك منها وتشرفي بس، ما تتعبيش نفسك. بس غريبه يا بابا، انا على طول انا اللي بعمل الاكل وهي بتحط بس في الاطباق وتطلعه بره. لا انت بس هتشرفي، لكن هي فاهمه كل حاجه. طب انا جاي تعبان بقى، هخش قايل شويه على بال الغدا. على بال الغدا. ماشي اتفضل يا بابا. وبابا كان عايزك في ايه؟ ما اعرفش حاجه يستاهل، اساليه هو، انا هشوف شغلي. هساله هو. عبدو. ايه يا شاهندة؟ بقول لك ايه، معلش. ايه خير؟ انا شفت حاجه كده غريبه مش فاهمه ايه هي. ايه يا بنت احكي لي، في ايه؟ من الاخر كده انا شاكه ان بابا عينه مش شغاله. مش شغاله؟ ايه يا بنت انت عارفه انت بتقولي ايه؟ ابوكي عينه مش شغاله اللي عندنا في البيت ازاي؟ اصل من الاخر كده بابا لما جه لقيته واقف بره وماسك هو المقشه مش الشغاله، واقول له انت واقف كده ليه؟ الاقيه اللي يقول لي اصل انا كنت بقول لها ان انا عايز شوربه خضار. طب مش يمكن بالفعل يا بنتي كان بيقول لها على اكل تعمله انت؟ اشمعنى يعني؟ ما هو ماسك المقشه، وارد اللي هو بالفعل ممكن يكون بيقول لها اي اصل حاجه. هو بيقول ان هو قال لها كده وهي بتقول له هي يا فندم كنت عايز تقول لي ايه بصراحه. وبعد كده ايه اللي حصل برضه؟ ما انت احكي لي الموضوع كده، انت فاهمه؟ انا مش عارف انا حاسك ازاي انا كل اللي شفته يعني بابا واقف وماسك المقشه وعمال بيتكلم مع الشغاله، واول لما شافني وشه مش عارفه اتغير، ولا انا اللي بيتهيألي بقى؟ لا اتغير ليه؟ ولا اتغير ولا حاجه، ده ابوك يا بنتي، يعني انت غريبه على ابوكي؟ ما انت سبحان الله الشغاله ما عايشه معانا من زمان. ما انا عارفه بقالها قد ايه معانا، يعني غريبه اللي انت بتقوليه ده. ما انا عشان كده الصراحه انا مستغربه ومش فاهمه انا بابا عينه مش نفسي شغاله ولا ايه بالظبط. انا نفسي يا بنتي مستغرب من اللي انت بتقوليه، مش عارف انت دي تهيؤات، خلي بالك دي تهيؤات. وبعدين يعني هيحب واحده قد مين؟ قد بنته؟ ايه انت عارفه انت بتقولي ايه؟ صدق صح، هيحب واحده قد بنته؟ شكلي انا اللي ظلمته فعلا وفهمت الموضوع غلط. تهيؤات. لا بصي اتاكدي من حاجه، هو بالفعل ممكن يكون بيقول لها على الاكل اللي هو بيعمله. خلاه مثلا جاي، انت شفتهم فين؟ قدام الباب. طب ماشي، مش ممكن كان مثلا هي بتكنس خد منها مثلا ماشي، الله خد اقول لك حاجه مثلا اعملي لي كذا اعملي لي كذا، وبعد كده يدي لها المقشه ويدخل مثلا. بس الموضوع بسيط يعني، مش لازما يعني اللي هو ماسك المقشه وبيتكلم معاه يبقى بيحبها.
لا انت صح، انا شكلي انا اللي فهمت الموضوع غلط. راجع نفسك كويس يا شاهين. كويس ان انا جيت قلت لك. ماشي شوفي بس لو في اي حاجه انت هتعملها كده ولا طالعه. ماشي. استاذ علي، قلت ايه في اللي انا قلت لك عليه؟ ايه اللي انت قلت لي عليه؟ انا مش فاهمه. هنتجوز واشوف لك مكان ولا في الاحلام نعيش فيه. تتجوز ايه؟ بعد اذنك يا استاذ علي اطلع بره عشان اولادك ما يعملوليش مشكله ويطردوني من هنا. افهميني، محدش يقدر يعمل لك حاجه، ده انا طالب الحلال يا بنت الناس. هو انا طالب حاجه وحشه؟ وعلى فكره الكلام هنا مش هينفع. يوم اجازتك السبت فاكره ولا لسه؟ هنتقابل، افهميني بس، هنتقابل بره على الكورنيش. تعالى بسرعه. مش تعملش صوت بس، تعالى هسمعك حاجه، تعالى. لا يا استاذ علي، كورنيش ايه؟ وبعدين ايه كورنيش دي؟ انت قديم قوي. صدقيني قعدة الكورنيش دي هتحرك فينا حاجات كتير، والحب هيظهر ويطفح ويضرب لفوق. ده زائد ان احنا مش هنقعد كده، لا هنلعب بقنا، هنجيب فشار وترمس وحمص وحاجات تانية كتير من غير عدد. هتبص تلاقي نفسك بقيتي مبسوطة جدا. ده زائد الكورنيش لو بصيتي كده هتلاقي المية وهي بترفرف والعصافير وهي بتطير، وهنسمع الأغاني. واحتمال أجيب لك حمص الشام، صدقيني احتمال أجيب لك حمص. هناك هنتفق على كل حاجة. الحق، ده ابوك ناوي يفك ويضيع ويفك الكيس خلاص ويجي علينا احنا. معلش اصل انا مش معايا دلوقتي يا حبايبي. استاذ علي، انا لا عايزه اتفق على حاجه ولا عايزه اروح في مكان ولا حتى عايزه حمص الشام. انا عاوزه اشتغل بس وخلاص. غريبة الحكاية دي بقى. أنا عايز أنتشلك من شغلة الشغالة وأخليكي ست بيت تأمري وتنهي وتتستتي. ده أنا هجيب لك كل حاجة أنت عايزاها. هجيب لك شبكة ب100,000 جنيه، إيه رأيك؟ فكري، دي فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة. قلت إيه؟ هجيب لك كل اللي أنت عايزاه. عارفة لو فضلت كده ولا بعد 100 سنة هتتجوزي. أنا العريس المنتظر. قلت إيه؟ زائد إن أنا بحبك أوي 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 أوي. هعشيكي بطاطا، إيه رأيك؟ انا مش عاوزه اكل بطاطا ولا حاجه، انا رافضاك مش موافقه. وبعدين بقى يا استاذ علي اطلع بره، عشان لو استاذه بنتك دخلت وشافت المطبخ والمنظر ده تضربني وتضربك كمان. أما صحيح وش فقر، مغفلة هتفضلي طول عمرك شغالة. صدقني إيه، هتندمي على كل اللي أنت قلتيه. فين ده أنا جديد؟ هتندمي. ايه ده؟ إيه ده؟ انتوا عاملين كده ليه زي خوف وخفرة ومنقرة؟ في حاجة ولا إيه؟ هتضربونا ولا بتالك في إيه؟ بطيء. لا يا حبيبي، احنا النهارده بس عايزين نخرجك. هاكلك حمص الشام وانا هاكلك بطاطا واجيب لك شبكه ب100,000 جنيه. ايه رايك؟ ولا اقول لك لا، نجيب له فشار ولا ترمس. دمك ولا سئيل حمصية. وانت دمك بارد. انت فاكر نفسك كده ظريف ياض ده؟ يابا مش عيب عليك اللي انت بتعمله ده؟ بقى واحدة قد بنتك تقف معاها وتقول لها انا بحبك؟ بتحب مين؟ بتحب واحدة قد بنتك؟ وانت مش عيب عليك في اول سنة في الجامعة تسقط فيها 3 مرات ويرفدوك؟ سنة مين وجامعة مين لما واحدة زي دي تبقى جاية امبارح تقول لي ده ابوك انا شفته وهو انا جاي من الشغل واقف مع الخدامة قدام الشقة بيتكلم معاه وبانه بيحبها، وانا قلت لها لا يا بنت ابوك هيعمل كده، وكدبتها وكدبت نفسي انا كمان. وانتوا بتحاسبوني ده على ايه؟ انا عن نفسي اقتنعت، قلت ده بابا رباها معانا واحنا صغيرين فاكيد زي بنته. لا يا بنت مش هيبص ليها، دي من دور بنته برضه. بتحاسبوني على ايه ها؟ انا من ساعة ما امكم توفت زمان وانا بطلت اتجوز وقعدت اعلم فيكوا لغاية ما كبرتوا بقيتوا شحطة، ودلوقتي انتوا هتسيبوني وتتجوزوا. عاجبكم يعني اعيش لوحدي؟ من صغرنا مش عرضنا عليك الجواز بدل المرة 2 و3 و10 وكانت واحدة، يعني اي واحدة مثلا تناسب من سنك، لكن واحدة شوف قد ايه. ما كانش وقتها ينفع، لكن دلوقتي قدرت احوش قرشين اقدر اغري بيهم البنت دي. وبعدين انا مش معقول هتجوز واحده ست هو كبيره. ايه اللي اغريها يا بابا؟ هو انت تحب بنتك حد يجي يعمل فيها كده؟ واحد من دور ابوها يجي يقول لها انا عايزه اتجوزك؟ انت مش فاهمه،
الجواز عيب ولا حرام؟ ردي. لا مش يا بابا حرام. مش عيب ولا حرام، بس تتجوز حد من سنك مش واحده من دور بنتك. واحده بقى من سن احنا الاثنين بقى نتعجز على بعض ونجيب اللي يخدمنا ولا ايه؟ يعني اصغر منك ب5 سنين ولا حاجه، مش اصغر منك ب20 سنه ولا 25 سنه. دي شابه هتقدر تخدمني. دي لسه صغيره لسه. طب وايه يعني لما تتجوز واحده من سنك؟ وانتوا بتحاكموني ولا ايه؟ طب ايه رايكم ان انا هتجوزها غصب عنكم؟ ومطرح ما تحطوا دماغكم حطوا رجليكم. اجيب لك ترمس، اجيب لك مش عارف. ولو انت هتكسبها يبقى خسرتنا احنا الاثنين، ولا انت قاعده يا شاهين؟ بقول لكم ايه، اللي مش عاجبه الباب هو يفوت جمل. يعني انت كده معناتها اللي انت هتكسبها وتخسرنا احنا الاثنين. بحبها يا ابني، ماليش سلطان عليها. يابا عيب اللي انت بتقوله ده، عيب على سنك والله. بتحب مين؟ بتحب مين؟ طب خلاص انا ماشي بقى، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت. خد يا بابا تعالى، انا عايزاك ثواني. ايه في ايه؟ وانا كل ما انبسط تقفلوني؟ عايزين ايه؟ خلاص المحكمه خلصت، في ايه تاني؟ يا حبيبي انا مش قصدي كده. انت يا بابا لو عايز تتجوز انا مستعده ان انا اجيب لك عروسه، واحده تكون عندها 40 سنه 45 بالكتير قوي، اسمتها برضو ان هي تعرف تساعدك يا بابا وتعمل لك كل اللي انت عايزه. مش تتجوز واحده صغيره من دوري وتعجزها بدري وتخليها في الاخر تبقى قرمره. واحنا يابا احنا مش هنقول للجواز لا، ده الجواز ده على سنه الله ورسوله، واحنا من امنا واحنا بنقول للجواز لا، بس ده ما ينفعش. وزي ما شاهين ده بتقول، دي واحده قدها قد بنتك، وانت هي هتقف معاك وهتدور لك على العروسه، وانت اللي هتحتاجه مني من عينيا اليمين قبل الشمال. يعني ما حدش فينا يعني هيسيبك ولا يتخلى عنك. خلاص بصراحه انتوا الاتنين اقنعتوني ورديتوا عقلي في راسي. شوفوا بقى انا هعمل ايه، خليكوا هنا. خير. شمس ما تتخضيش يا بنتي، انا عايزك تنسي كل كلمه قلتها لك وما تزعليش مني. انت في الاول او في الاخر زي بنتي بالظبط، واذا كنت يا بنتي قلت لك حاجه زعلتك فحقك عليا، ما تكونيش زعلانه. الحقيقه اولادي نبهوني الحاجه كانت غايبه عني. هما صحيح بيقولوا الجواز مش عيب ولا حرام، بس يعني اتجوز واحده تكون قريبه من سني شويه، لكن انت صغيره، مستقبلك يا بنتي مع واحد يكون قدك. ارجوكي ما تتكلميش. انا مش عايزك تزعلي او تسيبي البيت او تعتبر ان انا هضايقك بعد كده. عايزك تقعدي في البيت مش خدامه كمان، كانك واحده من بناتي وتشتغلي. وصدقيني انا عمري ما هضايقك ابدا، بالعكس انا هتمنى لك حياه سعيده. وانا برضو هشوف حد يكون قريب من سني وعايش معاه. حقك عليا يا استاذ زعلان، انا مش زعلانه منك، المهم ان انت فقت من اللي انت كنت فيه. يعني بجد مش زعلانه مني؟ لا ابدا. عايز اقول لك يا شمس، مع ان سنك صغير لكن عقلك كبير وقلبك كبير. واحده تانية كانت ممكن زعلت وسببت البيت واهانتني، لكن انت عالجت الموقف بحكمه، ورغم كل اللي عملته فيكي بس انت ما غلطتيش فيا ولا حاولت تعملي اي حاجه. انا عايزك اي حاجه تتمنيها او اي حاجه تطلبيها قولي لي انا اعملها لك، لانك اثبتت فعلا انك انسانه مخلصه وطيبه. واحده غيرك كانت ممكن خدتني على قد عقلي وخدت فلوسي، وبالكتير كانت هتقعد معايا شهر ولا شهرين وتبتدي تضايقني عشان اطلقها. لكن انت ابدا ما استغلتيش الموقف ده، كنت على قد المسؤوليه. انت انسانه طيبه جدا وعاقله. واحده تانية كانت ضحكت على عقلي. انا متشكر قوي على حاجات كتير. شمس من هنا ورايح يا جماعه، عشان موقفها الكريم ده وعدم استغلالها لموقفي تعتبروها كانها اختكم، وهي تستاهل ده. وهي بالفعل شمس اختنا، وانت يا شمس وهتزعلي من اي حاجه ابويا قالها لك. وانا يا شمس اسفه اول مره اتكلم معاكي بالطريقه دي قدام الباب، بس انا صراحه الشك دخل بس في دماغي. في الموقف ده يا جماعه متشكر ليكوا كلكم، متشكر ليكي انك صحتيني، متشكر ليكي يا ابني. حصل خير يا ابني، حصل خير. دلوقتي اسيبكم مع اختكم واروح انام. روح انت، لو احتجت اي حاجه احنا موجودين. شمس مفيش اي حاجه حصلت، وانت عارفه اللي هو انا سنه كبير ومعلش وقت الدنيا، واحنا برضه خلي بالك احنا فوقنا وقلنا له جسد ده. لا ولا لكن حاجه. هو من زمان قوي يعني عايش برضه، يعني والدتنا متوفيه الله يرحمها من زمان، واحنا لسه واعيين على وش الدنيا.
فبصراحه يعني هو كان حابب اللي هو ينكشف، بس انت بقى احنا فوقنا. يا جماعه ما تقلقوش، ابوك ده زي ابويا وانا اكيد ومستحيل افكر فيه في حاجه تانية. وانت اختنا برضه يا شمس، انت برضه انت مش شغاله عندنا هنا، انت برضه مهما كانت اخت لينا، خلي بالك. ده اكيد طبعا، وانا بتشكرك جدا يا شمس على اللي انت عملتيه، ولو في اي حاجه عايزاها تعالي كلميني او كلمي اخويا على طول. اكيد طبعا. تمام، واحنا مش هنعطلك برضه عشان لو في اي حاجه تعمليها، ولو احتجت اي حاجه يا شمس وانا موجود، حتى برضه ابويا برضه موجود بقى. تمام يعني، ما تخافيش. ماشي. ربنا عايزة يوفقك حاجة؟ يا رب. تمام، مع مع السلامه. سلام. طب الحمد لله انه عقل.